بما انه دابا موسم البرتقال فضروري نستغل الفرصه ونوجد معكم هاد الكيكه ديال البرتقال اللي كتجي زوينه بزاف، ريحتها رائعه. كتجي خفيفه منسمه، مكونات اللي هما بساط جد اقتصاديه. جميع المكونات اللي غنحتاجو في هاد الكيكه كيكونوا موجودين في اي دار، ما كتحتاجوش تزيدوا شي حاجه واحده اخرى. كتجي اقتصاديه بزاف. شوفوا معايا ما شاء الله اللون ديالها كيفاش كيجي، كتجي خفيفه ومقطنه، والمذاق والريحه ديالها زوينه بزاف. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر الا بغيتوا تعرفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. وما تنساوش تخليو لي معكم واحد الجيم، واحد التعليق الا عجبكم الفيديو ديالي وكيعجبكم وصفاتي. وما نطولش عليكم، دابا شوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي ما شاء الله لونها كيشهي. بسم الله. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ جوج ديال النافلات ولا ديال البرتقال، غنغسلهم مزيان وغادي نحاول نحيد لهم ديك الراس الفوقاني، وغادي نقطعهم بقشورهم. هاد الوصفه كنديروها بقشور ديالها، راه كتجي واحد النسمه وواحد الريحه وواحد اللون، فيها اللون ديالها اورانج، واحد اللون واعر. ضروري خصكم تجربوها بهذه الطريقه. انا راه ديما كنوجدها ملي كيكون الوقت ديال الليمون. صافي. غادي نقطعها غير هكا تقطع عشوائي. غادي ناخذ الهاشوار وغادي ندير فيها كلشي. اللي زوين في هاد الكيكه هو انه كنخلطوا كلشي في دقه، ما كنرونوش لا هكا لا هكا، كلشي كنوجدوه في دقه. صافي. غادي ندير داك الليمون بعد ما قطعته في الهاشوار، وغادي نبدا نضيف المكونات ديال الكيكه العاديه. غادي ندير اول حاجه كاس ديال السكر سنيده. عندي هنايا جوج ديال لي ساشي ديال الفاني، واحد الرشيشه ديال المليحه ضروري، وغادي نزيد البيض اللي يكون بحراره المطبخ. ضروري تجبدوه وتخليوه واحد شويه لانه كيكون بارد. مع دابا الحال بارد، خليوه غير واحد 5 دقائق. 3 ديال البيضات، وكاس ديال الزيت يكون معامر. كيف شفتوا معايا الكيكه راه مكوناتها يعني اقتصاديين بزاف، ما كاينش شي حاجه اللي المهم المكونات ديالها زعما ساهلين ومتواجدين في كل دار. صافي. غادي نغطيه وغادي نطحن مزيان في هذا الهشوار. كيف كتشوفوا حتى كتنسجم ليا ديك المكونات وكيتطحن ليا داك الليمون مزيان مزيان مزيان. ضروري تعطيوها وقتها باش تطحن مزيان. وصافي من بعد غادي نحيدها وغادي نخوي هذا الخليط في واحد الاناء. هانتوما شوفوا معايا المكونات كلها انسجمات مع بعضياتها، كيجيو باينين فيها دوك الطروفات ديال الليمون. من غادي طيب غتقطعوها غتبقاو تشوفوا دوك الطريفات ديال الليمون. عرفتي راه كيعطيو واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. صافي. دابا غادي ندوز باش نكمل المراحل. عندي هنايا واحد الاضافه كنديرها اللي هي المركز ديال الحامض اولا النكهه ديال الحامض. ممكن تستغناو عليها، هي اصلا كتجي كلها منكهه، ولكن انا كيعجبني ديما نديرها في الكيكات. صافي. غادي ناخذ المول اللي غادي نطيب فيه. خذوا اي مول عجبكم، دهنتو بشويه الزبده ورشيت له شويه الدقيق وصافي. بالنسبه للكيكه غنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه اللي يكون عندي مغربل مع جوج ديال الخميرات حمرين. المهم بالمجموع ديال الدقيق هز ليا 3 ديال الكيسان ديال علبه ديال الدقيق الفورس، وانتم عينيكم ميزانكم على حسب النوعيه ديال الدقيق كتختلف. صافي. غادي نبقى نضيف شويه بشويه. انا راه عندي معبورين 3 د الكيسان، نبقى نضيف شويه بشويه وانا كنحرك. في هذا الاثناء راه عندي الفران شاعل. ضروري تدخلوا المهم انا الطريقه باش كنطيب فيه الكيكه ضروري كيكون عندي الفران شاعل من قبل، كيكون سخون باش غير كندخلها الكيكه ديالي كتنفخ وكتجي زوينه. صافي. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل دوك 3 د الكيسان. صافي. وغادي ندير داك الخليط ديال الكيكه في هذا المول. شفتوا معايا راه دغيا كتوجد بالخف، ساهله، ما فيهاش شي مكونات اللي هما صعابين ولا معقدين. وصافي. دابا غادي ندخلها طيب في الفران على عافيه اللي هي مهيله حتى كطيب وتنفخ، ومن بعد كتحمروها. وغنوريكم من بعد ما طابت. شوفوا ما شاء الله الشكل ديالها، اللون ديالها كيفاش كيجي مذهب وزوين. نخليوها تبرد غير واحد شويه. انا هنايا خدمت بها وهي مازال سخونه لانه كنت مزروبه على حسب الاضاءه، كنبغي نصور شي شويه في الاضاءه، فخدمت بها. نتوما كيف كتشوفوا راه الفوار مازال كيخرج منها. خليوها حتى تبرد من الاحسن. صافي. غادي نقلبها. ممكن تخليوها هكا، ممكن دهنوها كيف ما دهنتها انا بالمربى ديال المشماش، ولا تخليوها هكا. مهم التزيين راه كيبقى كل واحد وشنو كيبغي وشنو الذوق ديالو.
انا دهنتها غير بالمربى وخليتها عجبتني، بغيت نشوفها غير بحال هكا. ممكن نتوما ديروا شويه ديال الكوك من الفوق، ممكن ديروا شويه ديال اللوز ايفيلي، ولا مهم كيبقى على حسب كل واحد وشنو بغا. صافي غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي. شوفوا ما شاء الله اللون ديالها كيفاش كيجي، لونها كيجي ولا اروع. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه اللي قدمت معكم، وكنتمنى تدعموني. كيف كتشوفوا معايا راني مازال في البدايه ديال القناه ديالي، يلا كنحط فيديوهات. كنتمنى تدعموني الا كانوا كيعجبوكم وصفاتي، باش تشجعوني نحط لكم وصفات اكثر. وكتبوا لي في التعاليق شنو نوع الوصفات اللي بغيتوني نشارك معكم. يلا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.